ما دلالة بيان مؤتمر حزب العمال الكردستاني بكك وصالته؟ عقد بكك مؤتمره الطارئ 12، وبحسب بيانهم اتخذوا قرار حل هيكليته التنظيمية وإنهاء كفاحه المسلح، والآن يتم نشر بعض التفاصيل والمشاهد الجديدة من قاعة المؤتمر. لكن من الواضح أن هذه المشاهد مرت عبر عشرات الفلاتر قبل نشرها لئلا تثير جدلا وتكثر حولها النقاشات والتقييمات. ولكن مع ذلك فتصريحاتهم وصالة المؤتمر تخبرنا الكثير من الحقائق. غياب الروح الكردستانية ولونها في مؤتمر بكك، حيث خلت صالة المؤتمر من أي أعلام لكردستان أو صور زعماء الكرد أمثال الشيخ سعيد إلى آخره. كما أن الشعارات المكتوبة على الحائط لم تحتوي ولو على كلمة كردستان واحدة قط، بل كانت جميع الشعارات حول الاشتراكية. في الوقت نفسه فإن القسم الذي ختم به المؤتمر لم تذكر فيه لفظة عن حرية الكرد وتحرير كردستان، بل نطق شعار اليسار التركي تركيا المستقلة بالكامل، وأطلقت وعودات لتحقيق هذا الشعار. بعبارة أخرى، تخلى بكك عن شعاره كردستان المستقلة، وسينتهجون الآن شعار تركيا المستقلة. بيان المؤتمر كشف أن هدفهم هو بناء المجتمع الديمقراطي الاشتراكي. وفي ختام المؤتمر رددوا شعارات عاش القائد آبو، عاش بكك، المرأة، الحياة والحرية، لكنهم لم يرددوا ولو شعارا واحدا من أجل آلاف الناس المضحين من أجل استقلال الكرد وكردستان. ملامح خيبة الأمل كانت السمة الأبرز على وجه جميل بايك وبعض قادة بكك. المثير للاهتمام في المؤتمر هو أن قادة ومسؤولي بكك بدوا مكتئبين للغاية، محبطي المعنويات، وبالأخص خلال المؤتمر الذي كان يديره دوران كالكان. فجميل بايك، باسي هوزات، سوزان افيستا وبعض الأشخاص الآخرين كانوا محطمين منهارين بشكل كامل، وكأنهم كانوا واقفين أمام جنازة. فجميل بايك الذي أصبح الاسم الأول لبكك خلال السنوات الأخيرة كان بالكاد يستطيع الوقوف على قدميه، فهو وغيره من كوادر بكك يعلمون جيدا أن الموت المحتوم هو مصير من يرفض أو ينتقد أقوال وأوامر أوجلان. لذلك خرجوا واحدا تلو الآخر وأقسموا على تبعيتهم لأوجلان وتبني أفكاره. من كان في ديوان المؤتمر؟ جميل بايك المتأهب الحاضر كعضو مؤسس في عموم مؤتمرات بكك. كان حضوره شكليا ناقصا في المؤتمر هذه المرة تماما، كما لم يحضر المؤتمر أشخاص مثل مصطفى قرسو وبهوز أردال. ضم المؤتمر الذي ترأسه مراد قريلان الخاص بالقوات العسكرية الشخصيات التالية: أولا جمال مراد قريلان، مواليد أورفا أي رها عام 54. ثانيا زوزان تشاوليك أمينة سرينيار، مواليد بنغول عام 79. ثالثا فريدة ألكان توركان شاتين، مواليد هيزان عام 76. رابعا جمعة بليكي أعد أولكار، مواليد شرنخ عام 89. خامسا عرفان آمد محمد طاهر كلج، مواليد آمد عام 66. بينما ضم المؤتمر الذي ترأسه دوران كالكان هؤلاء الأشخاص: أولا عباس دوران كالكان، مواليد أدنى عام 54. ثانيا صبري أي صبري أوك، مواليد أديمان أي سمسور عام 52. ثالثا رابرين ديرسم أزلم الباسلان، مواليد ديرسم عام 74. هيلين أميد نيلوفر تشوبان، مواليد إسطنبول عام 78. خامسا خالد أنجيس حنيفة حسين، مواليد عفرين عام 75. هل تحدث قيادات بكك مع أوجلان عبر الهاتف أم لا؟ منذ بداية العملية كان عبد الله أوجلان متواصلا مع قيادة قنديل عبر الفيديو والرسائل بشكل مستمر، لكن قبل أسبوعين من عقد المؤتمر تحدث أوجلان إلى بعض قادة بكك عبر الهاتف وقال لهم: لا تنتابكم أي شكوك، المسؤولية كلها تقع على عاتقي. وكشف محمد أمين بنجويني الشخصية المقربة من بكك أن أوجلان شارك في المؤتمر عبر الهاتف. وزعمت العديد من الأطراف أن أوجلان ليس موجودا الآن في إمرالي، بل انتقل إلى أنقرة لكي يتمكن من إدارة العملية عن كثب. وهذا ما يفسر نشر الرسائل اليومية لأوجلان، بل حتى أن هناك ادعاءات أنه خضع لعملية جراحية للعين في مستشفى عسكري باسم والخانة، بمعنى أن هذه الأحداث تكشف أن أوجلان يدير بكك بشكل مباشر ويومي، بمعنى
أن مفردات الطرفين أو أنقرة وقنديل أو الدولة وباكاكا لم تعد تعني شيئا، بل هناك فقط أنقرة، وأن جميع القرارات تتخذ في أنقرة وتوجه لباكاكا لتنفيذها، وأن من يتخذون هذه القرارات هم باختالي، أردوغان وأوجلان، ولا وجود للقضية الكردية على طاولتهم، بل هي مخصصة للحس الوطني لتركيا، كما تكشف لنا عموم تفاصيل المؤتمر بما لا يدع مجال للشك أن باكاكا تخلى عن وجوده المسلح، لكنه لم يتخلى قط عن خط التتريك وتتريك الكرد وصهرهم في بوتقة الأتراك.